في بداية يوم جديد، كات وصاحبها جيم بيصحوا علشان يجهزوا للشغل. جيم بيخرج للبلكونة بيشم شوية هوا، وهناك بيشوف منظر غريب. ست عجوزة واقفة فوق سطح مبنى قريب ساكتة وما بتتحركش. جيم بينادي عليها وبيسألها إذا كانت محتاجة مساعدة، بس قبل ما بيستوعب اللي بيشوفه كات بتجهز وبينزلوا سوا علشان يروحوا شغلها. وهم في الطريق بيشوفوا ضباط بوليس بيحاولوا يهدوا حد، والإسعاف شايلة جثة حد ميت. يفتكروها حادثة عادية وما بيوقفوش عندها كتير. بعد ما بيوصل جيم كات شغلها بيرجع من نفس الطريق اللي جم منه، لكنه بيتفاجئ إن مفيش أي أثر للفوضى اللي كانت من شوية موجودة. وبيكمل طريقه على الكافيه اللي متعود يفطر فيه، وقاعد يشرب قهوته وهو مش واخد باله إن الست العجوز اللي شافها فوق السطح دخلت الكافيه دلوقتي. وفجأة الست بتتهجم على الناس، الرعب بيملى المكان وكل واحد بتعضه او تخربشه بيبدا يتحول لزومبي بسرعه. الدنيا بتتقلب جحيم والعدوى بتنتشر بجنون. الناس بتنهار وبتجري، وكل اللي بيتعض بيقلب على اللي حواليه. جيم بيتفادى الهجمات بالعافيه وبيجري من المكان، وبيرجع شقته ولسه مش مصدق اللي حصل. وبيحاول يتصل بكات بس هي ما بتردش، وبيبعت لها رساله وهو مش واخد باله ان جاره اللي اتعدى دخل شقته من غير ما بيحس. وقبل ما يلحق يعمل حاجه الجار بينط عليه وبيهجم بطريقه وحشيه. جيم بيقدر يفلت لكنه بيتعور جامد، ومع كده بيصر انه يلاقي كات وبيجري ناحيه الموتوسيكل بتاعه اللي سايبه عند الكافيه. بس اول ما بيوصل الزومبي بيشوفوه وبيجروا وراه. وفي نفس الوقت كات كانت في القطر رايحه شغلها. الراجل كبير بيقعد جنبها وبيبدا يفتح معاها كلام عن الكتاب اللي في ايديها. بتحاول ترد ردود قصيره لكن الراجل مش بيبطل كلام، وبتبدا تحس بالقلق. القطر بيقف شويه، بينزل ركاب جداد ومنهم شاب لابس نظاره سوداء. وفجاه الشاب بيطلع سكينه وبيبدا يطعن الناس اللي حواليه. الركاب بيصرخوا والدم بيغرق الارض، وكل اللي اتصاب بيبدا يتحول لزومبي متوحش. الست التخينه اللي قاعده جنب كات بتتهاجم بطريقه بشعه لدرجه انها بتفقد عينيها. والقطر بيوصل المحطه والناس بتجري علشان تهرب. كات بتجري في الممرات وهي بتحاول تساعد الست المصابه، بس الست مش قادره تكمل وبيقعوا. وفجأة الراجل الكبير اللي كان معاهم في القطر بيظهر تاني وبيجري وراهم. كات بتحاول تسحب الست وتجري لكن بيخبطوا في راجل غريب وبيستنجدوا بيه. الراجل مش فاهم ايه اللي بيحصل، بيحاول يبعد الراجل العجوز لكنه بيتفاجئ لما الزومبي بينط عليه ويعضه لحد ما يموت. كات والست بيجروا على مستشفى قريبة يمكن يلاقوا امان هناك. وفي الناحية التانية جيم بيعدي في شوارع منهارة وهو راكب الموتوسيكل، وبيشوف مجموعة زومبي بيهجموا على واحد في ملعب سلة. بيحاول ينقذه لكن خلاص الراجل اتحول، وجيم بيتحاصر وبيضطر يهرب بسرعة. وفي المستشفى كات والست بيلاقوا مكان آمن مؤقت وسط شوية ناجين لسه ما تعادوش. لكن الأخبار بتبدأ تذاع على التلفزيون، واللي كان المفروض يطمنهم بيصير فيهم الغضب أكتر. الراجل من الموجودين بيتعصب جدا من عجز الحكومة عن السيطرة على الكارثة، وبيبدأ خناقة كبيرة وسط الناس، والشرطة بتتدخل علشان تهدي الوضع قبل ما يتحول لفوضى أكبر. وسط الزحمة دي كات بتلمح الراجل العجوز اللي كان بيطاردهم في القطر، ومن غير تفكير بتجري وتهرب منه تاني. وفي الوقت ده جيم بيقدر أخيرا يوصل لها في التليفون، وبتحكي له إنها مستخبية في المستشفى وبتترجاه يجي ينقذها. لكن فجأة مجموعة من الزومبي بيطاردوها فوق، وكانت بتجري تدور على مكان تستخبى فيه، وبتشوف طفاية حريق وبتستغلها وترش على الراجل العجوز، وبعدها بتضربه بكل قوتها والدم بيتنثر في كل مكان. وفجأة بيظهر حد لابس بدلة ووقاية ويقول لها بسرعة تدخل أوضة مؤمنة. ولما بتدخل بتقابل دكتور هو نفسه اللي جيم كان شافه في الأخبار قبل كده. الدكتور بيشرح لها أكتر عن الفيروس وبيطلب منها تغسل نفسها علشان يتأكد إذا كانت اتعدت ولا لأ، وبيبلغها إن في طيارة إنقاذ هتوصل على سطح المبنى ولازم تطلع معاه فورا. بس وهي بتستعد علشان تمشي كانت بتلاحظ إن الفاس اللي كان معاها اختفى. وقبل ما تلحق تسأل الدكتور الزومبي بيظهر فجأة وبيضرب الدكتور بالفاس في رجليه، وبيقع على الأرض من الألم. وبيبدأ يضرب نار على الزومبي، وبعدين بيطلب من كات تساعده وتطلعه فوق. لكن قبل ما تلحق تتحرك الباب فتح فجأة وبيظهر جيم، بس المرة دي مش جيم، هيتحول بالكامل لوحش زومبي. الدكتور بيضرب عليه طلقة وجيم بيترنح، لكن قبل ما يضربه تاني جيم بينقض عليه وبيقتله بطريقة بشعة. كات ما بتضيعش لحظة، بتخطف المفتاح وبتقفل الباب وراها وبتجري. ومن ورا الباب جيم بيحاول يخدعها وبينادي عليها بصوت هادي كأنه لسه جيم القديم، بس هي ما بتتخدعش وعارفة إنه خلاص ما بقاش هو. بتطلع تجري على السطح بأقصى سرعة، وهناك بتشوف الطيارة مستنياها، أملها الوحيد للنجاة.